ابو اشرف. ايوه. قوم يا اخويا، في عيانين بره، واحد عايز يخش لك. يا خرابي. يلا بسرعه. طب استنى. طب يلا يا اخويا، انت هتتعيق. يلا. ها ادخله؟ دخلوني بسرعه. اقعد بقى. تعالى يا استاذ، تعالى اتفضل اتفضل يا اخويا. اتفضل. السلام عليكم. انستنا. اهلا اتفضل. هو انت الدكتور؟ تعالى اقعد هنا اقعد. ايوه بس كده. ليركس. انا جاي لك. 1 minute. ايوه ابو اشرف. يا دكتور دي سماعه. ثواني يا استاذ ثواني. سلكي لي الحوض قبل ما انا مخلص اللي في ايدي واعمل لي كوبايه قهوه. هو انت يلا دكتور سلام. ولا سباك؟ ثواني يا استاذ هرد عليك اهو. صبرني يا رب على اللي بشوف. في ايه يا استاذ مالك؟ اهدى بس كده وروق نفسك، عايز ربنا يهديك. ابو اشرف، الهم اللي انت بتجيبهولي ده منك لله يا شيخ. ايه يا حبيبي، اعمل لك ميه بسكر؟ لا بقى. ايه؟ نهار ازرق، تاكلني ولا ايه يا راجل؟ احكي لي بقى، بتشتكي من ايه؟ انا بشتكي ان انا كل لما اركب مترو ولا اركب مواصلات الاقي الناس بتفتي في موضوع كورونا، وانا عارف موضوع كورونا دوت اللي هو لا سببه الصين ولا سببه الصراصير ولا سببه حتى الزحالف. كل الموضوع وما فيه ان واحد عامل صفقه كمامات وعايز يبيعها في البلد، فقال لك في كورونا وقال لك في الكلام ده. وخد عندك كمان يا سيدي، عندك ماتش الاهلي والزمالك اللي فات ده، الاهلي غلب الزمالك ليه؟ عشان الزمالك كانت في واحده اسمها ام ربيع عامله حله محشي قد كده، وجت وحلفت 100 يمين اللي هي تاكل ايه؟ تاكل اللعيبه كلوا المحشي وجالهم القولون ما عرفوش يلعبوا، خسروا الماتش. يا كل ده. وانا ما بحبش الفتايين. لا هو باين عليك فعلا ان انت ما بتحبش الفتايين. بقول لك ايه يا ام اشرف. يا اخويا جايه، في ايه؟ استنى جايالك يا اخويا، في ايه مالك؟ نعم يا اخويا. الحقيني، تعالي خد الراجل ده من هنا. ليه؟ ده بيقول لك ما بحبش الفتي. قوم يا عم الحاج اتكل على الله. ايه يا عم الحاج؟ يلا يا عم انت مالكش في الفتي تعالى يا اخويا، خالص. تعالى. ده انا هقول لك على وصفه حلوه قوي تريحك. تعالى. يا ساتر. قال بيقول لي كورونا ومترو ومش عارف وكلاب وقطط حشرات ايه؟ هي حصلت؟ لا ده شوف بلاش قرف، وخلتونا بس نلبس السماعه ونلبس البلطو.